السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة احنا هنتكلم عن أحلى الرؤى في المنامات اللي هي المعكوسة، ان انت تشوف الرؤية وتخاف منها وبعدين هو يكون عكسها الأحلى. ايه هي الرؤى اللي تكون معكوسة؟ لو البني آدم شاف نفسه في المنام ان هو حزين ومخنوق ومتضايق تبديله إلى السعادة، يبقى الرؤية دي يعرف ان ربنا يدخل عليه السعادة والفرح والهنا. تمام. طيب لو البني ادم شاف نفسه ان هو في ضيقة مادية او في ازمة مادية، عكسها على طول العكس، ربنا هيسر له الامر وهيفرجها عليه وهيفك ضيقته. طيب اللي بيشوف نفسه في المنام ان هو بيعيط او بيبكي، البكاء ده فرج بس بدون صوت. يعني لو انت بتصوتي وبتعيطي وبتصوتي جامد ده رؤية غير محمودة. انما لو انت بتعيطي ودموعك نازلة كده في المنام، اعرف ان ربنا انت في ضيقة وربنا هيفكها عليك، يبقى العياط ده فرج وفك ضيقة بإذن الله بدون صوت. طيب الواحد لو شاف نفسه ان هو ميت، ده بيبقى في ضيقة وهم، ربنا يفرجها عليه من أزمة هو فيها أو ضيقة هو فيها أو مشاكل هو فيها وبركة في عمره، لأن الموت في المنام بيدل على طول العمر للشخص. طيب لو واحد شاف نفسه إن هو ميت ومتشل أو متشال في النعش، أو شاف نفسه إن هو في النعش، ربنا هينعش لك أمورك ويسعدك في حياتك، وحياة جديدة داخلة عليك بإذن الله. تغيير من حال لحال أفضل وأحسن. طيب لو حد شاف إن الميت جاي وبيديله حاجة أو بيسلم عليه، أنت حاجة كنت مش يعني حاجة مفتقدها وهتعود عليك، ربنا يفك ضيقتك، ربنا يدخل عليك رزق أنت ما كنتش متوقعه، ربنا يدخل عليك فرحة أنت مش كنت متوقعها. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة ان هو بيكنس او بتشوف نفسها ان هي بتكنس، يعني عزكم الله زبالة وبتلم منها ورق، ده رزق ورزق كبير جدا. يعني رزق، يعني فلوس جايالك، رزق جايلك، حاجة يعني مال جايلك من حيث لا تحتسب. طيب اللي بيشوف نفسه ان هو في كركبة في بيته كتير في المنام وهو شايف نفسه ان هو بيشيل الكركبة دي، ده هم، ذهب هم وكرب وضيقة. العكس بقى ان انت شلت، يعني ذهاب الهم والحاجة الوحشة دي عنك. طب اللي بيشوف نفسه في المنام ان هو بيستحمى، ده فك ضيقة وكرب، نزول هم من عليك، تيسير امر لك، لان انت بتخش الحمام عشان تستحمى عشان تفوق وتروق، فده ربنا بيبدل حال من حال لأحسن. والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده أي رؤية أو أي استفسار يخش على الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب لي الرؤى بتاعته، وإن شاء الله أنا أكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله.